اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا نعمل معانا احلى شويه قرص، بس قبل ما نبدا الفيديو صباحكم زي الفل والورد والياسمين، او مساءكم زي الفل والورد والياسمين، صباحكم زي العسل. تعالوا معانا فيديو حلو قوي النهارده، بس قبل ما نبدا الفيديو ما تنسيش تشتركي في القناه وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد وجديد بعمله باذن الله. تعالوا معانا هنا دقيق ومعانا هنا لبن، هو مش حليب، هو رايب بس انا ضرباه في الخلاط، شايفين اهو عامل ازاي. ها الله وقع. هنشاهد الدقيق ونبقى مع بعض باذن الله تعالى. خلونا واحده واحده كده مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بركه بسم الله الرحمن الرحيم. بعمل شويه قرص بصراحه بالجبنان، كل اللي بياكل منهم مش هادي بطعمهم وبحلاوتهم بصراحه. هنحط بقى المواد الجافه كلها مع بعض. هنحط هنا معلقه ملح صغيره اهي، وهنحط يعني بالبركه كده هنقول 4 معالق سمسم اهو عشان نحطهم كلهم برضه اهو. وهنحط كيس البيكنج باودر كله برضه، انا نسيت انقله بس. وهنحط الخميره بتاعتنا، انا متاكده ان الخميره بتاعتي شغاله كويس. لو انت مش متاكده من الخميره بتاعتك ممكن تعملي لها اختبار بمعلقه سكر واللهم صل على النبي وحبه ميه او حبه لبن، يعني طبعا انت حابه. انا مش هحط الكيس كله لان الجو حار، هنحط بس قيمه معلقه. معلش يا كتكوت، على كل كيلو دقيق نص معلقه سكر، عشان ما شاء الله دول معايا 4 كيلو دقيق، هحط معلقتين 2 سكر اهو وحبه لبن الحبايب. بصوا انا شايله من ال4 كيلو دقيق الحبه ده هم بس حسبتهم يعني احتياطي معايا، ممكن عاوزهم ممكن ما عاوزهمش، هم ونصيبهم. ومعايا اللهم صل على النبي هنقول معلقه كوبايه الا ربع سمنه بدرجه حراره الغرفه اهي، سمنه بلدي. انا حاطه كل المكونات مع بعضها وهضرب مره واحده. لو عندك عجان ممكن تحطي ده كله وتعجني مره واحده، لكن انا ما عنديش عجان فعجان ايدي هشتغل بيه. انا حطيت هنا كوبايه الا ربع سمنه، احط نص زيت، انا بقول كوبايه الا ربع زي السمنه، يعني كل 2 كيلو دقيق معاهم معلقه كوبايه الا ربع سمنه. بس هنلم السمنه لان دي سمنه بلدي في خساره بصراحه اهي. لو عندك بقى عجان هتقومي واخده كل الخليط ده ورايحه عطياله ضربه حلوه على الناشف كده في العجان، وترجعي تحطي الايه اللبن. ما عندكيش زي حالاتي شوفي انا هعمل ايه واعملي زيي. بسم الله الرحمن الرحيم. سمي بالله. والسمنه ما شاء الله دايبه خالص ازاي اهي، مش ساقعه خالص لان هي بدرجه حراره المطبخ اهي. همسك بقى ده وده كله ببعضه الاول، وممكن قلتلك زي ما قلتلك تاخدي ده كله وعلى عجان وتشتغلي. العجان هيبقى مسهل عليكي طبعا واحلى، بس انا ما عنديش عجان فهعمل ايه؟ هعمل على ايدي اهو، بحيث ان اعملها كل الدقيق. شفتوا زي الرمل كده؟ هوريهولكوا دلوقتي بس عشان ما اطولش معاكم الفيديو هقفل وارجع لكم تاني. تعالوا بصوا بقى هنا كده، شايفين عامله زي الرمله لان انا نفختها كلها بالسمنه والزيت، هي عامله زي الرمله بالظبط. الدقيق كله عامل زي الرمله، بس انا يعني ما برفعش ايدي قوي لان المروحه شغاله طبعا، مش طايقه اقعد في المطبخ فاهي. شايفين الدقيق عامل ازاي؟ هو زي الرمل بالظبط. هنسمي بالله بقى ونحط اللبن بتاعنا ونحط حبه بحبه عشان ايه؟ ممكن الدقيق بتاعنا ما ياخدش ايه كل كميه الايه اللبن اللي معانا، فممكن ايه نسمي بالله كده ونحط حبه بحبه على ايه؟ على قد ايه.
ده طبعا لبن رايب بيخلي القرص تحفه، احلى من الحليب بكتير 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 بمراحل. وهتشوفوهم ان شاء الله معايا دلوقتي قبل ما بسويهم باذن الله، هيبقى حاجه تانية. لان اللبن الرايب او الزبادي، بس طبعا لما بيبقى لبن رايب في البيت عندك بيبقى احلى طبعا، بيدي للقرصه معاكي نعومه وطراوه احلى بكتير. انا طبعا لسه عاوز لاني في دقيق كتير اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين العجينه مفرمله لسه معايا ازاي؟ وطبعا لسه هتعوز، فهحط بقى ايه من اللي جنب ده. سفلت ايدي طبعا عشان ما ايه ما زروتش الدنيا. واحتمال ان شاء الله كلهم يعني ايه هاخدهم معايا، ما شاء الله الكميه حلوه، فهتاخد معايا اللبن ده كله باذن الله. بس طبعا ما تحطوش مره واحده عشان ممكن برضو الدقيق ما ياخدهاش منك، فتضطري تحطي دقيق، هتضطري تحطي سمنه تاني عشان تظبطي مقاديرك، فما ينفعش. خلي مقاديرك تتجفى كلها مره واحده. واللهم صل على النبي. يعني السايله حطيها واحده واحده، ما تحطيش السايله بالذات كلها مره واحده. السايله بالذات بتتحط ايه على مراحل. احنا في الحر ما تمرقش العجينه قوي، ما تخليش العجينه تلزق في ايديكي قوي، تخليها يعني ايه متوسطه، ميله للطروان بس مش قوي، عشان ما تفكش منك مع الحر والجو الحر اللي احنا فيه ده. هقفل بقى وارجع لكم تاني. بصوا، طلعوا غلكم في اي حد، متغاظين من اي حد هتحطوه هنا اهو، واعملوا زي ما انا بعمل كده. اي حاجه بقى، من العيال، من ابو العيال، من الثانويه العامه، بنتي بتبرق لي، اي حاجه. بصيهم، هي بتحتاج عجين كتير عشان تطلع منك حلو على فكره، بحيث ان العجينه تنعم في ايدك وتبقى حلو. بامانه بريح شويه وبنتي بتعجن شويه، عشان ايه ما اكذبش واقول انا اللي بعجن كله لوحدي. هي عماله تعمل لي في صوابعها ازاي، لو شايفينها من ورا الكاميرا والله تضحكوا عليها. انت ساكته؟ حاضر، مش بتتكلمي. على فكره يا جماعه هي ما بتحبش تبين صوتها خالص في الفيديوهات، هي ممكن تبص لي وتعمل ايوه زي ما بتبرق لي دلوقتي، بس ما بتحبش تبين صوتها خالص. هي كده، حتى لو بجيب اسمها بظروفها تفضل تقول لي لا بتشخط فيا. اكتبوا لها بقى في الكومنتات، تعالي اعجني شويه بقى، اقفلي وتعالي اعجني. النتيجه عايزاها معاكي حلوه وتعرفي ان العجينه معاكي مظبوطه بالظبط. العجان او العجان اللي معاكي يبقى نظيف. لو انت حتى بتعجني في العجان بلاش بتعجني على ايدك، يبقى النتيجه كده. شايفه ازاي؟ شايفه انا بلم العجينه معايا ازاي؟ هنا بس ايه حاجات بسيطه خالص اهي، لو عملتها بايدي كده اهو اهي بس. شايفين انا برفع العجينه كلها بترفع معايا حتى من قلب العجينه جوه اهي. العجينه نضيفه خالص اهي. شايفين هنا، شايفين انا رافعه هنا العجينه اهي كده، ما شاء الله العجينه معايا حلوه ونعومتها جميل. تعالوا بقى قربوا هنا بالكاميرا كده. شايفين هنا ملمس العجينه ناعم وطري ازاي كده. بقى ان شاء الله هحطها تختمر نص ساعه بس ونرجع مع بعض تاني. تعالوا بقى نشوف العجينه معانا اختمرت وبقت 100 100 ما شاء الله اهي. تعالوا بقى ايه نقطعها او نقرصها او نكورها زي ما انتوا عايزين، زي ما انت بتحبي تقولي قولي. صاج نضيف فاضي مش عليه اي حاجه خالص، ولا سمنه ولا زيت ولا اي حاجه خالص، وهنبدا نقطع عليه الكميه بتاعتنا كلها. ما شاء الله العجينه معايا طريه وناعمه حلوه قوي ما شاء الله اهي، تقطع معايا بكل سهوله.
بصي بقى، هي تعمليها زي ايه، زي مثلا زي ايه، زي زي الكرة، زي الليمونه الكبيره. يعني هنقول زي الليمونه الكبيره، لا مش هتيجي زي حتى الاستفندية الصغيره، هي زي يا دوب كده زي الايه، زي الليمونه الكبيره. شفت الليمون اللي انت بتجيبيه معصفر، اعمليها كده. احنا طبعا ولا هنشتغل بميزان ولا هنشتغل بحاجه، احنا حاجه عاملينها لبيتنا ولولادنا، فمش هتفرق معانا كبيره شويه صغيره شويه، المهم تقضي بالايه، تقضي باللي احنا عايزينه وخلاص. بصوا، انا اديت رشه بس خفيفه قوي دقيق للطبليه او للرخامه اللي انت هتبططي عليها، لان القرص معايا عجينتها طريه. فاهمين قصدي؟ القرص عجينتها طريه قوي. هي الحمد لله مش ملزقه في الصينيه اهو قدامكم اهي، بس انا العجينه طريه، فاديت ايه، رشه بسيطه خالص دقيق زي ما انتم شايفينها كده ايه، وابطط عليها. وتعالوا نشوف بقى حجم القرص هيبقى عامل معانا ازاي في الايه، في المكان. انا ممكن ارقها عن كده شويه لان انا حاسه ان هي تخينه، فاحنا مش بنحبها تخينه، احنا بنحب القرصه ايه، رقيقه شويه. الرقيقه بتقب برده، ولو فضلت معاكي يوم ولا اتنين ما بسيبهاش حاجه. هاتي كده، هاتي كده، شايفين السمك كده اهو، هو ده السمك اللي انا عايزاه، سمك مثلا 1 سنتي كده مثلا اهو، هو ده السمك اللي بتبقى ايه انت محتاجاه. حابه تبططيهم بايدك عادي، ممكن تبططي بايدك مفيش اي مشكله. حابه تعملي على المكنه اعملي براحتك، دي حاجه ترجع لك انت. هي اهي في ثانيه، شايفين حجمها تحفه بصراحه. النتيجه عجباني، بس ان شاء الله نشوف النتيجه في الاخر. هعمل معاكم ده هما كمان اهو، وان شاء الله بقى مش ايه، مش اللهم صل على النبي، مش ايه، هخلصهم بقى كله بنفس الطريقه كده اهو. شايفين هي ملزقه، بس ملزقه حاجه بسيطه. بدأ شوفي اهي، يعني هما الاتنين مثلا لازقين في بعض، بس لما بشيلها بتقوم الشيله ايه، لوحدها اهو. نقوم برضو عاملين رشه كده صغيره اهي، ونقوم ايه مبططين كده اهو على طول اهو. واللي نبططها نقوم عاملينها فين، في المكان، يبقى القرصه معانا حلوه وناديه وجميله. هخلص بقى كل الكميه ديت ونرجع مع بعض ان شاء الله. انا بسخن اللهم صل على النبي، بسخن الصينيه في الفرن، هو سخنة بسيطة احطها انا كده، معلش عشان انا مخربطه، بس انا كده خلصت الكميه كلها ما شاء الله معايا اهي. اللهم صل على النبي اهي كده ما شاء الله اختمرت. بتسيبيها حوالي ربع ساعه بس، ما بتكتريش في الصيف، لكن لو في الشتاء ممكن بعد ما بتخلصي عجين، بعد ما بتخلصي تبطيط بتسيبيها حوالي يجي ساعه، لان طبعا الشتاء الجو بيبقى برد فالحاجه ما بتختمرش بسرعه. لكن في الصيف الحاجه فبتختمر بسرعه، فهي بخمرها اهو بتختمر. بنت اقعدي ساكته، بنت اقعدي ساكته، ده انت عيلي والله العظيم، هي اللي بتلخبطني يا جماعه في الكلام. اهي هزقها في الفرن، بنتي مش عاجبها كلام على فكره. هزقها اهي ما شاء الله، الفرن شغال من فوق ومن تحت اهو، وهنشوفها بقى ان شاء الله اما تطلع. شايفين؟ الله الله على الحلاوه والطعام، والله بجد تحفه اهو. بس طبعا مش هقدر اتعامل عن كده، لان هم طبعا انتوا لسه شايفين طالعين من الفرن. بقى ونملى ساق تاني ونكمل المسيره كده لحد ما ايه، ما نخلص ونرجع لكم تاني. بس استنوا بقى من الصاج ده اهو معايا، وان شاء الله ان شاء الله ارجع لكم بقى اما ايه، اما اخلص. عايزه منك القرص طريه
ومش بتقطم معاكي ومش هتنشف ابدا. نعمل عجينه شويه وانت بتشتغلي فيها من البدايه. لكن لو عملت العجينه جامده مش هي عمرهم ما هيطروا معاكي. بالذات القرص اللي هي الطريه اللي احنا بنعملها دي لازم تبقى عجينتها طريه شويه عشان هي القرص تطلع طريه. هي لو طلعت خشنه، لو طلعت جامده، انت هتطلع العجينه منين؟ العجينه معاكي مش هتطرى خالص اهي. مش مشكله، هي يعني قصه مش بيبقى مظبوط قوي بس مش مشكله. تعالوا بقى هنا كده اهي. بصوا ده اخر، ده اقدر اتعامل بقى. شايفين البخار؟ الله. بس شايفين بقى طراوه القرصه وقلبها مفتح وجميل ازاي؟ عايزه ايه؟ انطقي وانا اديها لك. هتنطقي؟ ما هو على فكره فتحت دي بتبان في الفيديو اهو. شايفين حتى قلبها اهو. يعني دي الحته اللي هنقول في قلبها لسه سخنه. متحطهاش على العجينه يا ماما الصراحه تحفه. العظمه اللي انا عملتها النهارده شايفين طراوه وحلاوه. الله. احشي دي بقى حته جبنه ولا بطاطسيه مقليه وكلي بالف هنا. والله العظيم ما بشكر فيهم عشان انا اللي عاملاها بامانه. خساره ما تجربوهمش بالطريقه دي. شايفين قلبهم المفتح؟ القلب مفتح بس انا طبعا يعني حرام ان انا اكسره كله. شايفين القرصه اصلا عامله ازاي وكلها ما شاء الله قبه وجميله. شايفين؟ يا رب يكون الفيديو عجبكم النهارده. لايك بقى وشير وسبسكرايب للقناه وكده بقى. اشوفكم في فيديو جديد ويا رب النهارده الفيديو يعجبكم. بس جربوهم بالطريقه ديت والله هتعجبكم جدا. مع السلامه.